فبالتالي يخصص يعني هذه الدورة أو هذا الهدف في الإجازة، بحيث إنه أصلا في إجازتي والله ما عندي شيء، فبالتالي ممكن يضع له هدفين بسيطة يقدر ياخذها في نفس الوقت يعني يستمتع بإجازته. وأنا أعتقد إنه ما يعني ما دون ذلك ما في حدود، دام أنت يعني مرتب حدودك الدينية، فبالتالي استمتع بقدر ما تستطيع أن تستمتع به وفقا للضوابط الشرعية. طيب هذا يجرنا على أن احنا نتكلم عن كيف أنك أنت تخلي إجازتك هذه مردودها عليك مردود إيجابي. فعلى سبيل المثال زي ما ذكرت أن استغلال مثلا هذه الإجازة، خلينا نبدأ في الأمور الشرعية اللي تفيد المسلم، كمثلا أنك أنت تحفظ من القرآن، فنفترض أنه 15 جزء، أنت مثلا مدة الإجازة عندك 3 أشهر، تخلي لك هدف ديني بحيث أن تكون مردود الإجازة هذه الطويلة مردودها إيجابي. فلذلك أنت تحط هدف ديني مثلا أنك أنت 15 جزء هذه أنا أثبت الحفظ فيها، أدخل حلقة قرآن في الصباح أثبت فيها حفظ 15 جزء هذه. هذا على الجانب الشرعي. نجي على الجانب الدنيوي، أو عفوا قبل الجانب الدنيوي، مثلا أنت فنفترض أن أنت طالب مثلا في مثلا قسم أو إدارة الأعمال، فنفترض تستغل هذه الإجازة مثلا في تطوير إدارة الأعمال هذه، تدخل دورات في التسويق، دورات في الإدارة التنفيذية، دورات في قسم إدارة المشاريع. نعم. تطور هذه الأمور، في فترة الإجازة الطويلة جدا بحيث أنه يكون مردودها عليك إيجابي. نجي على الصعيد الآخر، الصعيد مثلا خلني أقول لك الحياتي، مثلا أنت تستطيع أنك تستغل هذه الأوقات بالعمل، تخلي مثلا لك مردود ليومك لليوم الأسود. مثلا أنت الآن يعني لو رتبت مثلا الصباح يكون عندك مراجعة وتثبيت ل 15 جزء اللي حفظتها، فترة الصباح يكون عندك دورة لتخصص تعينك على أنك مثلا تدخل السنة الدراسية الجديدة بشكل أدق وأنت فاهم بعض الأمور وأنت متقدم مثلا على الدفعة. مثلا العصر لو لقيت لك مثلا شغلة بسيطة تستطيع من خلالها إيش؟ تستطيع من خلالها مثلا أن تجعل لك دخل، حتى لو شيء بسيط، حتى لو كان بسيط، لكنك أنت إيش؟ الإجازة هذه أنت ما قاعد مردودها لك إيش؟ مردودها لك إيجابي، المردود ليس سلبي. نعم أكيد. وأيضا احنا الآن قاعدين نتكلم على صعيد الطلاب، كمان أغلب الشباب داخلين في هذه المرحلة سواء من الثانوي وأيضا من الجامعة. لو نجي نتكلم على الصعيد الوظيفي، أكيد إنه يعني يوجد أيضا من جمهورنا من هو يعني يعمل ويعني انتهى من دراسته، فبالتالي أيضا يستطيع أن يعني يطبق هذه الخطة على صعيد العمل، وإن كانت فترة إجازة الموظفين غير عن إجازة الطلاب كونها شهر واحد، فبالتالي يعني كل ما قلت يعني الأهداف، كل ما قلت الأمور اللي فيها جد واجتهاد، كل ما كان الموضوع أفضل بحيث أنه يكون مردودها الإيجابي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: روحوا القلوب ساعة فساعة. طيب نجي عند أمر مهم يا أبو صقر ذكرته أيضا، ألا وهو أنه كيف تجعل من الإجازة، أو خلينا نقول نثبتها بطريقة أخرى، اجعل هدفك من الإجازة أن تخرج منها وأنت إنسان أفضل. يعني إذا ما كنت في نفس المستوى، عفوا إذا ما كنت أفضل فعلى الأقل تكون في نفس المستوى. بعض الناس يعني يروح ويأخذ إجازة مثلا شهر شهرين 3 شهور ويرجع والله يا أخي ممكن على الصعيد النفسي تلقاه مثلا زايد وزنه، ولا مثلا تلقاه على الصعيد النفسي تلقى نفسيته دبرانه، ولا تلقى على الصعيد يعني أول قبل الإجازة كان حافظ جزء معين من القرآن الآن نساه، تجده والله كان متقن مهارة معينة الآن نساها. لا على الأقل حط لك ستاندرد معين، أنا كيف كنت قبل الإجازة كنت في هذا المستوى، تنتهي الإجازة يا أرتفع يا أكون في نفس المستوى، ما ينفع أنزل، لأن لو نزلت أصبح تأثير الإجازة سلبي، فبالتالي الإجازة أصبحت يعني بالنسبة لك مضرة أكبر من كونها منفعة. احنا قاعدين نتكلم عن أن الإجازة لابد أن تكون شيء يعني مجرد زي ما تقول، شوفوا في يوم مثلا يديك تطبيق في جوالك يقول لك والله يحتاج تحديث، التحديث هذا هو نفس الإجازة، يعني أنت تشبهه
فهذه لو انت سويت تحديث وطلع البرنامج اسوء مما كان عليه وانت ما استفدت شيء. ما في فائدة. فبالتالي الاجازه هي عباره عن ريفرش لحياتك، تجديد لحياتك، لابد انك يعني تتطور وتستخدمها في تطوير حياتك بشكل عام وبشكل خاص كما فصلنا قبل. طيب خلني امسك النقطة الأولى اللي ذكرتها، اللي هي أن الإجازة أصبحت أو البعض يستخدمها في ضياع. خلينا نتكلم هنا على صعيد الأمور الدنيوية. إيش من وجهة نظرك عبد الرحمن، إيش الأمور الدنيوية اللي يفعلها الشاب تكون مضيعة للإجازة، يخرج منها صفرا زي ما ذكرت أن يعني جميل المثل اللي ضربته أن الجوال يحتاج إلى تحديث وإلى آخره، فهو يوم يضيع الوقت هذا كأنه يرجع. إيش من الأمور الدنيوية التي يعني ممكن أن الإنسان يعني إذا استغلها في الإجازة أو أدمن عليها تعيدها إلى الخلف؟ أنا كما ذكرت لك قبل قليل، أعتقد يعني أهم شيء أو أهم استثمار في حياتك هو الصحة. الصحة من الأمور الدنيوية أيضا من الأمور الأخروية، جامعة بين الثنتين. عندما تكون إنسان بصحة جيدة وكاملة، بالتالي هذا الشيء يعينك على أداء مهامك الدنيوية وأيضا يعينك على مهامك الأخروية. بالتالي هذا الأمر الأول ألا هو الصحة، لابد أن يكون إذا ما كان زي ما قلت لك أفضل فعلى الأقل يكون في نفس المستوى. الأمر الثاني المادة تحديدا، الفلوس. يعني ما ينفع تدخل إجازة وتطلع منها وأنت مضفر. يعني على الأقل خل عندك إدارة مالية، يعني خل إدارة المالية إجازة، يعني خطط لها ميزانية معينة بحيث أنها ما تأثر على حياتك. مو ترجع لي من إجازة والله أنت عندك مشاكل مادية على صعيد فلاني والعلاني. الأمر الآخر يعني مهاراتك في الحياة كما ذكرت لك قبل قليل، لابد أن تكون زي ما تقول أفضل، لازم ما تأثرها. واحد والله كان متميز في علم البرمجة، ما ينفع في فترة الإجازة على الأقل ما يتابع، ما يشوف إيش التطورات، إيش الأحداث. في النهاية العلم يتجدد ويتطور، فلا بد أنت تواكبه، فلا تصير متأخر. والمثل يقول لك إيش؟ إن لم تتقدم فأنت تتقادم. لا يوجد ثبات في موضوع التطور والأهداف. فوجهة نظري هذه الأمور الدنيوية اللي لابد أن الشاب أن يحرص عليها يدخل إجازة بحيث أنها ما تتأثر بطول الإجازة. طيب هناك أمر بسيط عبد الرحمن، زي ما ذكرت أن هذه الملهيات يعني اللي تخرج منها في هذه الإجازة بمردود سلبي. نعم. والجانب الآخر هو استغلال الإجازة هذا بالجانب خلينا نقول مثلا بالجانب الروحاني. جميل. الجانب الروحاني أنا في وجهة نظري على رأسه القرآن الكريم. جميل. كما أن يعني للجسد غذاء يقوم، ما يستطيع الإنسان أنه يعني يستمر طول يومه أصلا بدون أكل، يحتاج إلى غذاء من أجل أنه يقوم الجسد. نعم. يعني تحتاج أنت في الصباح وأنت في الشركة ولا في العمل في الجامعة، تحتاج أنك يعني تفطر. ليش؟ عشان تقوم جسدك وتواصل العمل. صحيح. الروح والقلب تحتاج إلى غذاء. إيش غذاء الروح والقلب يا عبد الرحمن؟ القرآن الكريم. الإنسان إذا ما غذى قلبه بكتاب الله عز وجل وقراءته، حتى لو كان عنده يعني ورد بسيط يومي، يجعل الروح هذه يعني يغذيها لكي يعني يستمر في يومه، يستمر في حياته. فأنا أرى أن من تغذية الروح وأهمها يعني تقف على الرأس في رقم واحد هي القرآن الكريم. القرآن الكريم كما ذكرت هو غذاء للروح وغذاء للقلب، كما أن يعني للجسد غذاء وهو الأكل. فزي ما ذكرت أن غذاء الروح هو القرآن الكريم. فمن الجيد، أو أنا يعني خلينا نشدد اللهجة، مو من الجيد، يعني يجب عليك أنت أصلا كمسلم تبحث عن تغذية لروحك عن طريق الورد اليومي، حتى لو كان قليل. يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. نعم. وأنا أعتقد أن هذا الأمر مهم جدا، لأنه هو الأساس الذي تبني عليه حياتك. إذا استقامت الروح، استقام الجسد، استقامت النفس، يعني النفس المطمئنة الطيبة التي روحها يعني مغذاة بكتاب الله وبالصلاة وبذكر الله، هذه كلها أمور يعني مهمة جدا، مو بس على صعيد الدين، إلا على صعيد حياتك، تجد البركة في حياتك. يعني نسأل أهل القرآن
ماذا استفدتم من القرآن؟ بيقول لك والله يعني استفدت البركة في الحياة، البركة في المال، البركة في الولد. يعني القرآن كله بركة، وهذا بنص الآيات والأحاديث. طيب لو مثلا ذكرت لك عبد الرحمن، ايش من الاعمال يعني الاجتماعيه، احنا تكلمنا على الصعيد الروحي، خلينا نتكلم على الصعيد الاجتماعي. جميل. ايش ممكن تستغل الاجازه في الامور الاجتماعيه في وجهه نظرك؟ نعم. اعتقد الفقره هذه واضحه، انه على صعيد علاقاتك، وتبدا اولا بالدائره الضيقه اللي هي الاهل، الاب والام والزوجه اذا كان هناك زوجه، والاطفال والاخوه والاخوات، ومن ثم توسع الدائره شيئا فشيئا الى الاقارب، انتهاء بالاصدقاء، انتهاء بالجيران، ويعني العلاقات العامه سواء السطحيه او الغير سطحيه او العميقه. هذه كلها لابد من الانسان انه ايش؟ زي ما قلنا المعيار ثابت وواضح. اذا لم تجعلك الاجازه افضل فلا تجعلك اسوأ. فانت دخلت والله الاجازه عندك علاقات معينه، يا اما انك تجدد هذه العلاقه. هناك علاقات واجبه، علاقات اجتماعيه واجبه كما ذكرت، اللي بر الوالدين وما الى ذلك. هذه امور استغلها. يعني والله بعض الناس يقول لك والله انا كان عندي فتره طويله من العمل ما قدرت، والله ما تفرغت لاهلي. هذا وقت ذهبي جدا انك انت تتفرغ لاهلك، تشوف امورهم، تشوف حياتهم. يعني في قضايا معينه ما كنت تقدر تفصل فيها، الان انت في اجازه، يلا الان تفصل فيها. في عندك والله قريب ما زرته لك منذ فتره طويله، حتى لو كان قريب بعيد، والله يا اخي الحمد لله لقيت لي فرصه ورحت زرته. والله كان في مريض انا يعني كان ودي ازور بس من قادر يا اخي، فتره الزياره كانت تصادف فتره عملي، يلا الان انا في اجازه. امثله كثيره. المعيار ثابت وواضح، طبقه على كافه امورك الحياتيه، سواء الاجتماعيه، الدينيه، الدنيويه. كل ما يعني جددت حياتك. اجازه عباره عن تجديد. نعم. فعندما تربط مصطلح التجديد والتحديث على امورك كافه، كما ذكرنا الثلاث مجالات هذه، كل ما استقامت حياتك ويعني سعدت بها، وكانت الإجازة بمثابة دفع لك ويعني انطلاقة إلى الأمام. طب خليني أسألك أبو صقر، إيش أثر هذا التغيير؟ يعني يقول لك والله يا أخي أنا كشخص دخلت في إجازة وسويت كل هذه الأمور، هل تأثير هذا التغيير علي أنا كفرد، ولا راح يعني زي ما تقول كيف اوصفها لك، الاعمال اللي قاعد اسويها او الخطط اللي قاعد انشاها لاجازتي، هل هذا الشيء راح ياثر فقط علي ولا راح ياثر على المجتمع؟ لا شك ان هذه الاعمال هذه اثرها يبدا على نفسك وعلى مجتمعك، وان هذه الامور عمرها لن تتغير. انت كشخص لن تغير. الله عز وجل ايش يقول الله عز وجل؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. البدايه تكون منك انت. جميل. انت كشخص كفرد في المجتمع تكون البدايه منك انت شخصيا. فانت اذا غيرت ما في نفسك من الطبيعي انك بتغير المجتمع، يعني بتغير المجتمع اللي حولك وبتغير المجتمع اللي معك. فلذلك الانسان عبد الرحمن ممكن ايش يقول؟ ممكن يقول كيف انا ابدا في نفسي؟ كيف انا ابدا بنفسي؟ وكيف اني انا ممكن من نفسي انا اغير ما في المجتمع؟ انت اذا حرصت على هذه الامور والنقاط اللي يعني احنا طرحناها وتمعنت فيها واستغليت هذه الامور، انت بالاكيد انك ستغير من نفسك، واذا غيرت من نفسك من الطبيعي انك ستغير للمجتمع. صحيح. اذا صلد الفرد صلح المجتمع. نعم لا شك. لان المجتمع عباره عن مجموعه افراد. نعم. وبالتالي صلاح هذا من صلاح هذا. انا ودي صراحه اشكر للمشاهدين الكرام اللي قاعدين يتفاعلون معنا عبر السوشيال ميديا، هناك تفاعل طيب في منصاتنا، واذكر المشاهدين انه التفاعل يكون عبر منصتي اليوتيوب، قناتنا شبكه سلام الاعلاميه في اليوتيوب، وايضا شبكه سلام الاعلاميه عبر الفيسبوك. مشاهداتكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم تهمنا جميعا وتسعدنا كثيرا، فالشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. طيب قبل نهايه هذه الفقره المباركه اقول يعني كن أنت كشخص كونوا قادة للتغيير.
للتغيير، ما هو لك أنت فقط، هو للمجتمع. واسعوا جميعا إلى النهوض بمجتمعكم الإسلامي والنهوض بالأمة الإسلامية، فمنك أنت أيها الفرد تكون البداية. ويقول الله تعالى عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير يبدأ بك أنت أولا، ومن ثم يعني يتغير المجتمع. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر من الحفر. كونوا يعني عالين الهمم. ودعونا ننتقل إلى الفقرة القادمة وترند. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في ثاني فقراتنا لهذه الحلقة المباركة، وفقرة ترند. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في هذه الفقرة نذكر لكم أهم الأحداث التي شغلت الشارع في سواء المحلي في بعض البلاد أو العالمي بشكل عام. هناك بعض القضايا المهمة التي شغلت العالم العربي نذكرها لكم على عدة نقاط. أولا لدينا ترند مهم، وهو أنه ظهرت مؤخرا مقاطع لعدة أشخاص غريبين يتحدثون عن تجارب مؤلمة حصلت لهم بسبب، الله المستعان، ما يسمى بالسجائر الإلكترونية. وغالب المقاطع ظهرت لهم من المستشفيات يحذرون وينصحون من هم واقعين في خطر استخدامها. لعلنا يعني بعيدا عن حكمها الشرعي الذي يعني مرتبط أيضا بالدخان، لعلنا نسأل فضيلة الشيخ دكتور حسن سلمان في برنامج فتاوى عن حكم استخدام هذه السجائر الإلكترونية. لكن الآن هذا الترند يعني أثر في الناس كونه يعني مس حاجة مهمة في حياته، ألا وهي الصحة. نجد الناس قاعد المقاطع هذه قاعد تنتشر وهم في المستشفيات، فلذلك يعني انتشرت وأصبحت ترند. إنه والله يا أخي انتشرت بشكل كبير جدا، والناس قاعدين يستخدمونها بشكل يعني غريب، وانتشارها يعني أصبح الوصول إليها سهل وأي واحد يقدر يستخدمها. وبالمقابل يعني ما في جهات تحذر، ما في جهات تمنع، إلى أن وقعت الكارثة. هؤلاء ناس من داخل المستشفيات قاعدين يحذرون، هم نفسهم كانوا يعني مبتلين بهذا الابتلاء، والله المستعان. وبالتالي الإنسان يسأل الله عز وجل أن يبعده عن هذه الأمور، ومن ابتلي بذلك نسأل الله عز وجل أن يرفع عنه هذا البلاء. اللهم آمين، اللهم آمين. لكن دعنا يعني ننبه عن قضية بسيطة، أن الأمور هذه هي دائرة اسمها دائرة الشهوات. دائرة الشهوات المعروف في المجتمع أن الأغلب أنه يفهم الشهوات هي الشهوات الجنسية فقط. لا، هناك عدة شهوات، مثلا زي شهوة السجائر الإلكترونية، وشهوة شهوة الأموال، وشهوة الجاه والمناصب. فهذه كلها في وجهة نظري أنها تدور حول إيش؟ حول موضوع الشهوة. الإنسان يوم تكون عنده شهوة وإدمان على شيء، شوف هذا ناتج عنه أن شوف السجائر الإلكترونية هذه يعني قصة مؤلمة تدمع لها العين، عندما يعني شفناها ترند في أحد في حول العالم. امرأة أو أشخاص غريبين يعني يتحدثون عن تجارب هذه السجائر المؤلمة. وأتذكر حادثة عن موضوع السجائر الإلكترونية هذه، أن أحد الأخوات كانت مدمنة جدا لهذه السجائر الإلكترونية، فتوفاها الله عز وجل. وسبحان الله عندما يعني عرفوا السبب وجدوا أن داخل صدرها يوجد ماء، وهذا كان سبب الوفاة. ايش الماء هذا؟ ناتج من ايش؟ ناتج من السجائر الإلكترونية. تولد الماء في الجسد أو في الرئة، مما أدى إلى وفاتها. طيب، عشان ما يطول الموضوع، عندنا يعني عدة ترندات. الترند الثاني الفاشينيستا الشهيرة فميم، وهي تحت تأثير المشروبات الكحولية، وفاة شخصين أثر هذا الحادث. يعني حادثة مؤلمة، يعني سبحان الله، الواحد والله ما نعرف ايش اقول يا اخي. يعني تسببت بسبب زي ما ذكرنا في النقطة الأولى، أن هذه الشهوات سبحان الله
الواحد يعني نسأل الله السلامة والعافية عندما تجد الشهوة والإدمان أدت إلى أنها تفقد حياة شابين بسبب شرب الكحول والتجول في الشوارع، مما أدى إلى أنها ضيعت حياة شابين في يعني مقتبل الحياة بسبب الشهوة. يعني خلينا أقول الشهوة الحيوانية التي يعني لم تتمكن المرأة من السيطرة عليها، فنتج عنها ايش يا دحان؟ نتج عنها ذهاب روحين من الشباب من اللا شيء. نتج عنها كارثة يعني تفاعل معها الشارع السعودي أو الشارع العربي بشكل عام. المهم في الأمر أن هذه القضية استغلها أو استغلتها بعض الحركات التي تسمى بالحركة النسوية، حيث أنها حرفت قصة ثبت عكسها تماما، ألا وهي أن الشابين الذين توفاهم الله عز وجل نسأل الله تعالى يتغمدهما برحمته أنهما كانا يتحرشان بالفتاة، فبالتالي هي كانت ردة فعل وفقدت السيطرة على المركبة، مما أدى إلى وفاة هذين الشابين. بعد ذلك يعني ظهرت بعض المقاطع، بعض تسجيلات الكاميرا أثبتت أنه لا كان في لا تحرش ولا كان في مضايقات، إنما كانوا يعني في تقاطع، كانت هي مسرعة بسبب الحالة اللي هي كانت فيها، فصدمت بالسيارة الأخرى وتوفاهما الله عز وجل نسأل الله تعالى يتغمدهم برحمته. وهذه يعني درس يعني للاشخاص الذين يعني يتابعون المنصات التواصل الاجتماعي، لا تصدق حتى وان يعني نشر خبر مصادر موثوقه ومصادر يعني بحسابات موثقه. يعني الكثير من المدلسين، الكثير ممن يعني يستغلون الاحداث لمصالح واهوائهم الشخصيه موجودين بكثره، فبالتالي التثبت مهم. وهذه قضيه من عده قضايا ثبت عكسها عندما يعني أتت بعض الأدلة لتثبت أنه والله الحدث بهذه الطريقة عكس ما كان الناس متصورين. طيب، آخر الترندات عندنا ترند انتحار والله المستعان أحد المشهورات في كندا بعد أن هربت من بلادها المملكة العربية السعودية إلى كندا طلبا للجوء وبحثا عن الحرية في مفهومها بالتأكيد، وقد كانت قد ألحدت والله المستعان واتخذت الشذوذ طريقا لها. فبالتالي هذا هو كان يعني بداية الانحراف نسأل الله السلامة والعافية، إلى أن انتهى الأمر بها إلى الإلحاد والله المستعان. ويعني الجدير بالذكر أنه يعني الكثير من يعني لا نقول الكل ولكن الكثير ممن يعني يمتلك هذا الفكر تحديدا يعني ينتهي به الأمر سبحان الله إلى الإلحاد والانتحار، أو إذا ما لحد فبالتالي تجد النتيجة تكون اكتئاب أو مشاكل يعني نفسية أو اضطرابات أو يعني انغلاق أو البعد عن المجتمع. كل هذه الأمور يعني تلخص لك قول الله عز وجل اللهم صل على محمد في الآية الكريمة ومن يعش عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فبالتالي يعني ومن عفوا اللهم يعني المستعان الآية تقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا دليل واضح أنه الإعراض عن ذكر الله عز وجل نتيجته واضحة لا وهي المعيشة الضنكا. فبالتالي مهما يعني أظهرت لك أنه والله أنا مستانسة، أنا مسافرة، أنا رايحة، أنا جاية، أنا حرة، أنا ما عندي لا حدود، سبحان الله هذه النتيجة يعني هذه نتيجة واضحة وهي عبرة. ولكن القضايا الكثيرة التي يعني يعتقد فيها بعض الناس أنه والله هذا هو طريق السعادة، هذا مثال أمامكم واضح يعني يلخص قول الله عز وجل في الآية الكريمة في سورة طه. طيب، ايضا نضيف عبد الرحمن على ان يعني زي ما ذكرت ان من اعرض عن ذكر الله عز وجل فان له معيشة ضنكا، هذا يجرنا على ايضا يعني في الدرجة الثانية هو اتباع الهوى. اتباع الهوى ترى امر خطير جدا يعني لا ينتبه له الكثير من الناس. يؤدي بك انت يعني اتباع هواك الى المهالك. شفت الان هي اتبعت هواها، ايش ادى لها؟ ادى لها الى المهالك، انتحرت. هذه الأمور اتباع الهوى يولد المهالك، ومن الأساس عدم وجود إيش؟ وعدم وجود يعني مرجع ديني أو أسس دينية ثابتة عند هؤلاء، فتلقاها أصلا يعني أعرضت عن ذكر الله، راحت لمجتمع منفتح جدا،
راحت مع يعني خلينا اقول لكم اياها بالعربيه، يعني دخلت مع الاجواء، وبعدها يا طويل العمر دخلت في المهالك وراحت الاسس الدينيه اللي عندها، مما ادى يعني الى انها تذهب الى المهالك. عافانا الله واياكم جميعا. مشاهدينا الكرام، الى الفقره الاخيره واحداث مرعبه خلال هذا الميركاتو الصيفي، ننتقل واياكم مشاهدينا الكرام الى فقره سبورت. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الفقره المحبوبه. لديكم منتظرين اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هذه الفقره وعبر الاحداث الرياضيه يا عبد الرحمن المرعبه التي هزت اركان يعني الكره بشكل يعني حول العالم. اي ما يحتاج. عبد الرحمن، خلينا نبدا ب يعني الضربة القوية أو الضربات، خلينا نقول الضربات القوية التي فعلها دوري روشن الدوري السعودي باستقطاب نجوم العالم. انتقالات كبيرة عبد الرحمن في الدوري السعودي. نبدأ مثلا بنيمار. أعتقد أنه يعني أقوى صفقة، حتى لو ما كان هو أفضل لاعب لكنه أقوى صفقة إعلامية في وجهة نظري. رايك عبد الرحمن في انتقال نيمار الى الهلال والمفاوضات كيف جرت والمبالغ الضخمه التي ضخت الى نيمار؟ والله اولا خلينا يا ابو صقر يعني نحدد الفقره هذه بتكون كلها عن الدوري السعودي، كونه اصلا يعني الدوري السعودي جذب انظار شاغل العالم يعني كلها الى الدوري السعودي، وبالتالي صح انه في احداث هامه، يعني احداث في البريمير ليج، في الدوري الفرنسي، في الدوري الاسباني، لكن الدوري السعودي الان هو محط انظار الجميع. والله استقطابات الدوري السعودي يعني هو مشروع بدا منذ ان يعني بدا صندوق الاستثمارات السعوديه، او بدات الرؤيه الجديده للمملكه العربيه السعوديه يعني بجلب انظار العالم نحوها، بالتالي هذه كانت احدى الاساليب. وهناك يعني ضخ اموال غير طبيعيه، فبالتالي بعض اللاعبين استغلوا هذه الفرصه. انا اعتبرها فرصه للاعبين، يعني لا شك. نتكلم انه عندك بدات من كريستيانو رونالدو الى النصر، ومن ثم كريم بنزيما الى الهلال، وانتهاء بنيمار الى كريم بنزيما الى الاتحاد، نيمار الى الهلال. هذه الصفقات نجد عندنا رياض محرز ايضا في الاهلي، فبالتالي هؤلاء اللاعبين كلهم انما هم داخلين في خطه واضحه للمملكه العربيه السعوديه. لكن خلينا احنا نتكلم من جانب رياضي اكثر من كونها جانب اقتصادي وجانب استثماري للدوري السعودي. نتكلم من جانب رياضي بحت. انا اعتقد انه هذا الامر يعني هو جلب انظار العالم الى الدوري السعودي، ولكنه يعني اصبح ما في موازنه بين بعض الافرقه عن الاخرى، كون صندوق الاستثمارات السعوديه استثمر في اربعه افرقه تحديدا: الهلال والاتحاد والنصر والاهلي، ويعني بقيه الافرقه يعني المسموح انها يعني تتعاقد، ولكن ما عندها ميزانيه هائله مثل بقيه الفرق، وهذا طبيعي. في النهايه هي ميزانيه محدده، وان كانت كبيره ولكنها ميزانيه محدده دعمت هذه الفرق. هذا التباين راح يؤدي انه والله بتشوف في فرق شاسع بين الانديه التوب فور والبقيه. يعني تجي الحين الهلال مبارياتها مثلا مع افريقيا مثل نادي الاتحاد، نادي الاتحاد يعتبر فريق كبير، فبالتالي تجد فيه صراع كما شاهدنا في المباراه الاخيره راح نتكلم عنها. ولكن شوف مثلا في مباراه اخرى، المباراه اللي قبلها والله ما اذكر كانت مع مين، فايز الهلال 4-0، الاتحاد فايز قبلها 4-0، وقبلها فايز 3، قبلها فايز وطالع بكلين شيت 4 مباريات. فشايف التباين هذا سببه انه والله هذه افريقيا قويه جدا، والافريقيا هذه طيب بعض الشيء. على صعيد الاستقطابات في الاربع الانديه التي يعني امتلكها الصندوق السعودي، هل ترى ان الاربع الانديه ما تحس ان فيه اشكاليه في التعاقدات؟ ان جميع يعني مثلا زي نادي الهلال غير 8 محترفين، نادي الاهلي يعني عشان فريق صاعد فغيروا المحترفين جميعا، النصر غير المحترفين الا 2 كريستيانو وتاليسكا، الاتحاد غير 4 اجانب. يعني ايش الاشكاليه في ال4 اجانب؟ هل هم متمسكين بروما وكورنادو وحمد الله؟
ام ان الميزانيه التي وضعتها او وضعها الصندوق الاستثماري انتهت في كريم بنزيما وكانتي وفابينو؟ والله انا مالي في حلقه مفقوده واضحه في القضيه هذه، ولكن القضيه او الاكيد اللي اتفق عليها كل الجمهور ان الاتحاد لم يدعم كبقيه الانديه، بينما هو النادي الابرز حاليا في الدوري السعودي كونه هو اخر بطل لهذه النسخه، وهو النادي الوحيد من الدوري السعودي اللي واصل لكاس العالم، فبالتالي من الطبيعي انه يكون الضخ الاكبر لهذا النادي ويعني اخراج الكره السعوديه بشكل مباشر جدا. لكن الذي يحدث امر غريب جدا، يعني ما تدري تلوم صراحه الاداره، تلوم هيئه الرياضه، تلوم صندوق الاستثمار، يعني لكن الضحيه في هذه القضيه هو الجمهور السعودي او الجمهور الاتحادي تحديدا، اللي والله وده فريقه يعني ينافس على كل طبعا صقر واحد من هذه الجماهير. خلينا ابدا طيب عشان الجمهور يعني ما يعني انا اشوف انه ما اخذ حقه في الصفقات مقارنه ببقيه الانديه، اتكلم عن صفقات تاريخيه الباقي الأخير. والله يا اخي ان شاء الله الخير جاي باذن الله عز وجل. لكن انا خلينا يعني ولا اقطع واردك، الاتحاد يعني سبحان الله ماشي، يعني فاز اول 4 مباريات واربع يعني شباك نظيفه، فبالتالي يجيك والله واحد يقول لك يا اخي والله هذا الاتحاد قوي قاعد يفوز، هذه بركة عم كمال الدولي. بينما النصر يعني متعذر في اول مباراه، الهلال متعادل مع الفيحة، من هنا قاعد في استنزاف نقاط، لكن الاتحاد ماشي الى ان يعني صدم بموقعة الهلال اللي حدث فيها امر غريب جدا. ودائما ذكرنا الموقع هذه، ابو صقر خليني اسالك سؤال صريح جدا بما انك انت اتحادي، ماذا حدث في الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والهلال؟ والله يا اخي اولا خلينا، الشوط الاول سيره نونو سانتو بطريقه ذكيه بحته جدا، سيطر على وسط الهلال وخرجنا الشوط الاول 3-1، يعني كانت الامور تمام. الشوط الثاني الله يجزاه خير، التبديلات اعتقد انه ما درسها بشكل جيد. يعني حتى المهند الشنقيطي وزكريا يوم دخلوا غير، هو جدد الدماء على صعيد الأظهرة، لكن ما أفادونا بأي شيء. أيضا دخول صالح العمري كان عبارة عن يعني الله يجزاه خير ما أفاد أي شيء، حتى يا رجل الركنيات والفاولات، يعني ما أذكر خلال متابعتي المباراة أنه يعني كان في اسيست مرفوع بشكل سليم جدا، كله برا. أنت تتحمل الخسارة الفادحة واخذ 3 اهداف في شوط واحد وقلب النتيجه والريمونتادا التاريخيه على الاتحاد، كان سببها اللاعبين ام المدرب؟ والله مشتركه، بس انا احمل المدرب اكثر، لان يعني مثلا انت يوم كورنادو اصيب مفروض انك انت الان يوم تخرج كورنادو ما تدخل صالح العمري، دخل بحور، لان انت لاحظ ان فتره ممكن المحاور ما كانوا جاهزين. لا سلطان الفرحان موجود عندك في الدكه، لكن انت يوم تدخل العمري، وقت ما دخلت العمري انقلبت الايه. ليش؟ لانك انت تركت الهلال، انت ترى يعني الهلال فريق ما هو صغير، فريق كبير يمتلك خط وسط عظيم جدا، فاذا كنت بتفتح له المساحات هذه خلاص رحت فيها اكلك. بعض الناس يقول لك والله كان في استنزاف بدني في الشوط الاول، والله يا اخي لا استنزاف بدني ولا شيء، هذه عباره عن مبررات، يعني مبررات. لعيبه الاتحاد الشوط الاول كانوا مسويين بشكل جميل، مع النرفزه الحاصله من اللاعب حمد الله، وكميه يعني اضاعه الفرص الغير طبيعيه. يا رجل انت امام المرمى ترى مو بلازم تسجل هدف تتفنن فيه يا اخي عشان تصير افضل هداف، يا اخي سجل هدف وخارجنا يا اخي من المباراه. والله يا اخي الواحد يخرج ترى عن كميه يعني كميه اخطاء كانت غير مغفوره من لعيبه الاتحاد. مع ذلك احنا نبارك للامه الهلاليه هذا الفوز، يعني ادوا مباراه كبيره جدا صراحه. متروفيتش كان سفاح امام المرمى صراحه. الهدف الاول مع يعني انهم يقولون انه غير صحيح انه هدف مد الله، لكن هو هدف جميل صراحه، واعتقد انه سيكون سفاح هذا اللاعب. يعني مقاتل جدا، لكن الافضل في مكانه اعتقد انه الحكومه. طيب سؤال اخير في قضيه الاتحاد والهلال، هل رسميا الهلال عقده الاتحاد؟ الهلال زي ما قال لك محمد نور امس، هو يعني يواجه حظ مع مشاكل كثيره في التحكيم في المباريات السابقه. انا ما ودي افتح الملف،
خلينا احنا ابناء اليوم، يعني مشاكل سابقه في المباريات الماضيه، اخطاء تحكيميه وكذا، لكن احنا نبارك للجميع. لكن في الاخير يا استاذ عبد الرحمن، انت فزت هي 3 نقاط، في الاخير من يحقق الدوري؟ زي ما قال لك كورنادو، سأل احد في المؤتمر الصحفي قال لك الهلال عقدة مدري ايش، فقال له تراها 3 نقاط، في الاخير انا رفعت كأس الدوري. جميل. فانت عقدة ولا ما هي عقدة، المهم في الاخير من سيرفع الكأس. ده عبد الرحمن انا اسالك الان، انا اوجه لك الاسئله. الدوريات الكبرى تعاقدات كبيره خاصه لفريق الكتالوني برشلونه، يعني جابوا فيليكس وجابوا كانسيلو امس، يعني كانت مباراه جميله جدا. رايك عبد الرحمن في هذه الصفقات؟ والله تأثيرها الفني يعني على برشلونه، يعني تحديدا لفريق برشلونه يعاني جدا، وجمهور برشلونه يعني ابتعد عن البطولات الاوروبيه الشيء الكثير. يعني نجد انه اخر 2 يعني خارج من دور المجموعات، وقاعد ياخذ من البايرن ميونخ يعني اهداف ونتائج كبيره جدا. هذا كله سببه المشاكل الماديه الحاصله لنادي برشلونه. برشلونه السنه هذه ارتبط اسمه بكثير من الانديه، وكان في تعشيم الجمهور واضح جدا، يعني انتهاء بصفقه نيمار اللي يعني جزم كثير من الاعلاميين سواء العرب والاجانب انه والله صفقه نيمار الى برشلونه ممكنه ويعني وارده جدا والى اخره، الى ان انتهى بهم المطاف انه والله نيمار صعب ان احنا نتحمل راتبه، وبالتالي انتقل الى نادي الهلال وغيره الكثير. يعني انا اجزم ان هناك الكثير من اللاعبين يريدون ان يعني يذهبوا الى برشلونه، ولكن برشلونه لا يستطيع يعني تحمل تكاليفهم، وبالتالي يعني زي ما قالوا ما باليد حيله، نوقع مع الموجود والله ييسر الامور. يعني فوقع مع محور، وقع مع يعني جناح او عفوا مهاجم في الدوري من الدوري البرازيلي، مهاجم شاب يستطيع ان يعني يعزز الدكه. واكبر صفقتين في الانتقالات الصيفيه نادي برشلونه كانسيلو وجواو فيليكس. ختام الميركاتو الصيفي نادي برشلونه كان يعني ختامه مسك، وانا اعتقد انه هذه الصفقتين تحديدا كانسيلو يعني راح يؤثر في الفريق بشكل ايجابي جدا جدا، كونه اصلا في يعني في ضعف في الجبهه اليمنى لكانسيلو. ابو صقر خليني اشكرك على هذه الحلقه الجميله. احنا وصلنا الى ختام هذه الفقره ومنها الى ختام هذه الحلقه. اشكرك مره اخرى، وعودا حمد الى شاشه شبكه سلام الاعلاميه. الله يجزاك خير عبد الرحمن، والشكر موصول لمشاهدينا الكرام. الحديث طبعا عن برشلونه وكره القدم والميركاتو الصيفي يطول، لكن نحن ان شاء الله مستمرين معكم كل يوم اثنين في تمام الساعه 4 عصرا بتوقيت أسمرة بإذن الله عز وجل. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح الفجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.